هو انت ما قرأتيش على جوجل يا بنتي؟ احنا عاملين فيرجن جديد على جوجل بنعمل فيه، بنقدر بالذكاء الاصطناعي ان انت بدل ما تكتبي على السيرش بتاع جوجل مثلا ان انت عندك اعراض حاجه معينه، او ان انت مثلا عايزه تفصلي احلام او اي حاجه عايزه تكتبيها على جوجل، بدل ما تمسكي الموبايل وتكتبي، خلاص عملنا موضوع جديد، هو ان احنا بالذكاء الاصطناعي قدرنا ان احنا نجيب حد شبهك. طبعا دندنيه طيب انا مش فاهم، لا ما اعرفش. طب تاخدي طيب اغنيه للارنب لا امه. اوكي هاي جايز، ثانيه كده. هاي جايز، يا رب النهارده كل يوم مليان امل، فرحه، سعاده، والحمد ده كله ضحكه حلوه طالعه من القلب. النهارده الفيديو زي ما قرأته في العنوان، هو عمرك تخيلتوا مثلا انه جوجل يكون شخص حقيقي مثلا، يكون بيكلمكم كده قدامكم؟ انا جات لي فكره غريبه شويه، مش غريبه، انا شفت ناس عاملاها، بس قلت مثلا انه زي ما تشوفوا في الفيديو عملت فكره ان جوجل قدامنا كده وشخص بنتكلم معاه بندردش معاه بدل ما احنا نكتب كده. ف انا الحقيقه لسه ما اعرفش انتوا فهمتوا الفكره ولا لا، بس اتمنى اكون ان انا وصلتها بشكل كويس. وطبعا انا عارفه ان محدش سال، بس انا كنت كان عندي امتحانات، فعشان كده قررت ان انا ما اعملش فيديوهات برغم ان انا كنت مصوره فيديو، بس حسيت ان انا لو نزلته فانا هقعد فتره برضو ما نزلش، فقلت خلاص بقى ما نزلش غير لما اسند نفسي الفيديو تاني. بس ايا كان، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تعملوا كومنت لطيف تحت وتكتبوا لي تحت في الكومنتات هتعملوا ايه او عايزيني اعمل ايه فيديوهات تانية. تمام. و انا خلاص دلوقتي انا المفروض اشوف ايه سبب الدوخه اللي بتحصل دي. اشوف على جوجل فيرجن جديد، طوروا جوجل عامل فيرجن جديد ان انا اكلم شخص، يعني ايه؟ هجرب. الو عامله ايه؟ ايه رايك؟ واو ده حقيقي. انا مش فاهمه حاجه، ليه مش فاهمه؟ هو انت ما قرأتيش على جوجل يا بنتي؟ احنا عاملين فيرجن جديد على جوجل بنعمل فيه، بنقدر بالذكاء الاصطناعي ان انت بدل ما تكتبي على السيرش بتاع جوجل مثلا ان انت عندك اعراض حاجه معينه، او ان انت مثلا عايزه تفصلي احلام او اي حاجه عايزه تكتبيها على جوجل، بدل ما تمسكي الموبايل وتكتبي، خلاص عملنا موضوع جديد، هو ان احنا بالذكاء الاصطناعي قدرنا ان احنا نجيب حد شبهك. طبعا قدرنا نعرف تفاصيل الوش وكل الحاجات دي، حتى النضاره بتاعتك ايه رايك؟ حلو. بس قدرنا نعرف كل ده من عن طريق الصور اللي انت بتحطيها على السوشيال ميديا بتاعتك، وقدرنا نجيب شخص شبهك بالظبط تقدري تدردشي معاه بدل ما تكتبي على الموبايل. اسهل صح؟ اسهل واحسن. ايه رايك؟ كنت بقول ان النت ده مخيف، طول عمري بقول كده، بقول ان الانترنت ده حاجه مخيفه كده ايا كان ندخل في الموضوع على طول. بس لو عايزاني ارغي معاكي انا ما عنديش وقت، بس قولي لي بالظبط عايزه ايه. عندنا طب، وعندنا معلومات عامه، وعندنا تفسير احلام. شوفي انت نفسك في ايه وقولي لي. طب هختار طب حلو حلو حلو. طب ماشي. الطب طبعا انا باين ان انا بدائيه وكده، بس ده بس لزوم الشو يعني، بس احنا عادي. يلا قولي بتشتكي من ايه؟ بصي هي يعني الحاجات، يعني الاعراض اللي عندي بسيطه جدا، بس يعني انا كنت زهقانه فقلت يعني اعمل سيرش على جوجل. هو الفكره ان انا لما بصحى من النوم بحس يعني كده الدوخه، يعني بحس بدوخه وبس مش فتره طويله يعني، وبعدها ببقى تمام، يعني بحس ان انا كاني هقع وبس، يعني مبقدرش اقوم، يعني فاهمه؟ اوكي يعني انتي بتصحي من النوم، واول ما بتصحي من النوم بتحسي بدوخه وان انت كانك هتقعي. الموضوع ده بيقعد قد ايه؟ بيحصل يعني بيقعد مثلا 5-6 دقايق. 5-6 دقايق. طيب انا هعمل سيرش واجي اقولك. طيب الموضوع بياخد له 10 ثواني بالكثير. اوكي 10 ثواني ماشي تمام. المعلومه جات لي، ماشي اتفضلي. جه قولي. صراحه عندي خبر مش حلو خالص، بس هو انت عندك مرض خطير حقيقي بجد. انا بس بحاول افهمك، انت عندك مرض خطير واحتمال كبير تموتي وايامك في الدنيا معدوده. والحقيقه انا يعني مش عارفه اقولك كده ازاي، بس المفروض تحضري لجنازتك وتودعي اللي بيحبوكي واللي بتحبيهم. يعني انا مش عارفه اقولك ايه، بس انت احتمال كبير جدا يكون عندك ارتجاج في المخ او جلطه. ارتجاج في المخ
جلطه؟ لا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عندك كانسر؟ يعني خلاص خلتني اموت، وخلتني يعني اودع مين واموت ايه يا بنتي؟ بقولك اللي بيحصل ان انا بس بتعب شويه. قولي لي، هو انت لما تموتي، لما الفيسبوك خيرك قالك ان انت تعملي ديليت للاكونت بتاعك بعد وفاتك ولا تديه لحد، عملتي ايه؟ غلسه. خلاص مش موضوعنا. هو انت بقالك قد ايه بتحسي بالموضوع ده؟ يعني الموضوع ده بيحصل لي من وانا صغيره صراحه. من وانت صغيره؟ طب يعني هو العيب مش عليا يعني. العيب مش على المعلومات اللي انا بدالك المخيفه، العيب عليكي انت اللي سايبه نفسك كل ده. يعني انت بقالك من وانت صغيره بيحصلك الموضوع ده، جايه دلوقتي تفوقي؟ لا لا، يعني انا مش عارفه اقول لك. هو لا اما عندك مرض خطير، لا اما عندك مرض خطير، وفي الحالتين هتموتي يعني. خلاص، لا بقول لك ايه، اقفل البتاع ده ازاي؟ اقفله ازاي؟ الله، جيتي تاني. الحقيقه وحشتيني بس مش قوي. ايه ده، هو انت لسه بنفس اللبس؟ لبسي؟ لا، هو انا يعني لسه ما اتطورناش لدرجه ان احنا نغير لبسنا، بس ممكن الفترات الجايه، يعني ممكن كمان 6 شهور، كمان سنه او كده. بس يعني ايه، مش عاجبك ولا ايه؟ والله حلو. ايا كان، ها عايزه ايه؟ ايه ده، هو انت لسه بتكتبي؟ مم، هنتطور. اوكي، عايزه تفسير احلام. تفسير احلام حلو قوي ده. تفسير احلام. احنا عندنا كذا حد بيفسر الاحلام، عندك نابلسي وعندك ابن سيرين. ها تاخدي ايه؟ اختار ابن سيرين. اشمعنى ابن سيرين؟ عشان انا بثق فيه يعني بثق في كلامه. تثق فيه؟ تثق فيه ازاي يعني؟ مش موضوعنا. انت اصلا شخصيتك في الحياه فضوليه، فبالتالي انا بقيت زيك، بس انا اصلا ده مش شغلي. معلش انا ده مش شغلي. كملي قولي. انت عصبيه قوي على فكره، عصبيه قوي. طيب الحلم اقوله ماشي. انا كنت بحلم، يعني انا حلمت ان انا كنت في مبنى كبير قوي وفي سلالم كتير جدا وانا فوق، ويعني كنت هنزل السلم وكنت هقع. فخلاص كفايه كده. خلاص ماشي. طيب، طبعا قلتلك ان الموضوع بياخد 10 ثواني، تمام؟ هياخد 10 ثواني، عارفه. تحبي تسمعي اغنيه في ال10 ثواني دول؟ لا ما تغنيش، شكرا. شكرا. ماشي، على فكره انا صوتي حلو. المعلومه جاتلي. الف مبروك، الف مبروك بجد. يعني انا سعيده بيكي جدا. انت هتتجوزي. اعمل ايه يعني؟ انا بجد اعمل ايه؟ انا نفسي اعرف، هو انت ليه دايما معترضه على كل حاجه انا بقولها لك؟ يعني جيت رحت قلت لك ان انت مريضه بمرض خطير، انت ما صدقتنيش، مع ان انا رحت قلت لك روحي اعملي تحاليل، فانت لما عملتي تحاليل اطمنتي على نفسك وعرفتي ان انت كويسه. انا صح، انت هتتجوزي. الف مبروك. يا غلط اللي انت بتقوليه ده. يمكن مثلا عشان كلامك مش منطقي. التفسير الوحيد اللي انت بتقوليه ده، حوار السلم وان انت كنت هتقعي وكل الحاجات دي، التفسير الوحيد ان انت هتتجوزي. يا بنتي انا اصلا يعني ما ينفعش اصلا اتجوز، عشان انا مش مخطوبه، عشان انا مش مرتبطه. يعني انت عايزه ايه؟ هو ده التفسير اللي عندي، مفيش تفسير تاني. طب انا اعمل ايه؟ مفيش. لا بصي، خلاص انا هقول الحلم تاني. حلم تاني. طب قولي بسرعه، ثانيه واحده بس. اوكي عندنا تفسير احلام. ها قوليلي. بصي، انا حلمت ان انا كنت في الشارع ماشيه، وفجاه في كلب جري ورايا. حلمت ان انتي كنت خارجه ولقيتي كلب كان بيجري وراكي. يعني يعني ده ملوش تفسير تاني غير اللي انا هقولهولك ده. انا اصلا مش محتاجه استنى ال10 ثواني عشان اقدر اجيب لك النتيجه. الف مبروك مره تانية، انتي حامل. افصلك طيب ولا اعمل ايه؟ يعني ليه انت ليه دايما غضبانه من كل حاجه؟ يعني انت ليه اصلا مش بتتقبلي كلامي؟ انا مش متجوزه، يعني ازاي؟ بصي، هو ده التفسير اللي عندي الوحيد. اي احلام تانية قوليلي، بس هو ده التفسير اللي عندي صراحه. هو لا جواز لا حمل، مفيش تاني. بقولك ايه، روحي.
خلاص ما تقفلينيش، اصبري اصبري. تعبت بجد، الكلام اللي هي قالته لي ده عصبني. عايزه اسمع اغنيه كده سمعتها على الفيسبوك بس انا مش فاكره هي بتاعت مين. مش فاكره. هشغلها. شكل الموضوع عجبك. كنت عايزه قسم الاغاني، عايزه اسمع اغنيه. عايزه تسمعي اغنيه معينه؟ حلو قوي. يعني احنا دلوقتي عندنا في قسم الاغاني عندنا عمرو دياب، عندنا شيرين عبد الوهاب، عندنا عندنا حماقي، عندنا ويجز، ولا عندنا الفتره دي في اغاني جديده. يعني تعرفي ويجز غنى في كاس العالم. اي كان عندنا برضو عندنا نانسي عجرم، عندنا اليسا، عندنا اصاله. على فكره عملت تجميل، تعرفي بجد عملت تجميل، والشعب عامل زي البيبي فيس، بقت اموره قوي، بقت حلوه. تحبي تشوفي السبب وراء؟ عندنا فيديوهات كتير وبنتها هشام بتتكلم عنها لو عايزه يعني. احنا دلوقتي في قسم الاغاني خلاص، مش اتفضلي. عايزه تسمعي مين؟ يعني عايزه اسمع اغنيه بس انا معرفش مين غناها ولا اعرف اي حاجه. انت اصلا متعرفيش اسم الاغنيه بتاعت مين؟ متعرفيش؟ طب انا اعرفها منين؟ هتغنيها؟ طب قولي لي، طب اول كلمه منها قولي لي اول كلمه. ما انا ما اعرفش حتى اول كلمه. يا بصي هو لحنها في دماغي، انا ممكن ادندنها. هتدندنيها؟ طيب ثانيه. طيب هقول. عرفتيها؟ انا مش فاهم. لا ما اعرفش. طب تاخدي طيب اغنيه للارنب لا امه. ازاي يعني؟ لا وحشه والله، حلوه. ما هي دي التندنه بتاعتك. قولي كلمه بس، يعني كلمه منها، من النص او من الاخر عادي. طب بقول لك ايه، والله في اغنيه جديده كده نازله، خديها وخلاص. بس فهي الفكره جات لي، بس مش عارفه صراحه عجبتكم ولا لا، بس اتمنى تكون عجبتكم. وبس وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تعملوا كومنت لطيف تحت وتعملوا لايك للفيديو. وبس شوفوا طلباتي بجد قليله، يعني حرفيا الطلبات اللي انا بطلبها عاديه جدا.